المدرسة أول يوم بيكون نتيجة لحاجة اسمها قلق الانفصال، ودي حاجة معتادة عند أطفال ما قبل المدرسة خصوصا في الأسابيع الأولانية من الدراسة. فالطفل ده بيكون في سن بيتعلم فيه الاستقلال ويبتدي يعرف إنه له شخصية مستقلة ورغبات واحتياجات منفصلة عن أهله، وفي نفس الوقت بيبقى عارف إنك مش هتقدري تكوني دايما جنبه، فده بيخليه يحس بالقلق لما يبعد عن نظرك. وفي شوية نصايح ممكن تقلل القلق ده. خليكي عارفة إن الطفل عنده بوصلة داخلية تخليه يتعرف على أحاسيسك، علشان كده خليكي هادية وإيجابية على مروحه للمدرسة لأول مرة. بلاش تفترضي تلقائي إنه ابنك حاسس بالقلق من المدرسة أو إنه هيقلق لما يروح، فبلاش يعني تسأليه أنت قلقان إنك هتروح المدرسة وتبعد عن ماما؟ لكن ركزي على الحاجات المثيرة والممتعة اللي هيلاقيها في المدرسة. اختاري الكيجي كويس، اسألي الجيران والأصحاب وخشي المدرسة وكلمي مع المدرسين، وتأكدي إن ده المكان اللي هيخلي ابنك يكون مرتاح ويكون مناسب لشخصيته ونشاطه. اعملي كام زيارة للمدرسة في الأسابيع اللي قبل الدراسة لو كان ده ممكن، وخلي الولد يقابل الميس بتاعته ويقعد شوية في الفصل ومكان اللعب أو يتمشى شوية في المدرسة، وتأكدي من إنه عارف مكان الحمام وأي حاجة ممكن يحتاجها. ونرجع للنقطة اللي فاتت بعد الزيارات دي، لو لقيتي المكان مش مناسب فإنك تنقلي المدرسة تانية سهل قبل الدراسة ما تبدأ. حاولي تشوفي كم طفل من حواليكم رايحين نفس المدرسة واجتمعوا كعائلات مع بعضهم بالأولاد، علشان لو ابنك ابتدى يحس بالقلق وقت المدرسة تفكري إنه هيشوف أصحابه هناك. جهزي لليوم الأول في المدرسة وخليه حاجة مميزة، واقعدي اتكلمي مع ابنك في الأيام اللي قبل الدراسة عن إيه اللي هتعملوه الصبح، وإنك قد إيه متحمسة علشان كل المتعة اللي هيلاقيها هناك، وإنك مشتاقة إنك تسمعي منه كل اللي هيحصل. ما تصعبيش عملية الانفصال، خدي ابنك المدرسة واديله حضن وقولي له إنك بتحبيه وإنك هتيجي الساعة كذا عشان تاخديه، وبعدين امشي على طول، ما تقعديش ولا ترجعي لو لقيتيه بيعيط. فلو انت كنت مختاره المدرسه كويس، المدرسات هيعرفوا يتعاملوا مع ابنك ويخلوه مرتاح. خططي ازاي هتتعاملي مع شعرك حوالين انك هتسيبي ابنك علشان ما يشوفكيش زعلانه فيتضايق من نفسه، وفكري كويس هتقولي له ايه وانت بتسيبيه، وازاي ما تظهريش مشاعرك قدام. تعالي دايما في الوقت اللي متفقين عليه علشان تاخديه، فالالتزام بالمواعيد حاجه مهمه خصوصا في الايام الاولانيه. لما يلاقيك تيجي تاخديه في الميعاد هيكون مرتاح اكتر. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.